القضايا ذات الطابع الفكري والتاريخي والثقافي المتصلة بالمغرب وإسبانيا في الماضي والحاضر. ضرورة العناية بتراث وفكر الشخصيات الفكرية والثقافية في المغرب وإسبانيا في الماضي والحاضر، واجب الإسهام في ميدان الدراسات المغربية والإسبانية، وطاقة صلة بعض الباحثين بالجامعات ومراكز البحث ذات الاهتمام المشترك المشاركة في حركة الأفكار الخاصة بالدراسات الإسبانية والمغربية. أما الأهداف المرجوة من تأسيس هذا المركز وبناء على مضامين القانون الأساسي الذي تمت المصادقة عليه في الجمع التأسيسي، فإن مركز كارلوس كيروس للدراسات الإسبانية المغربية يسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف تصل بالمغرب وإسبانيا في الماضي والحاضر: العناية بتراث وفكر الشخصيات الفكرية والثقافية بالمغرب وإسبانيا في الماضي والحاضر، ترجمة المؤلفات والدراسات الخاصة بالمغرب وإسبانيا في مختلف الميادين الفكرية والتاريخية، الإسهام كذلك في البحث العلمي في ميدان الدراسات المغربية الإسبانية، والمشاركة في التفكير في القضايا الفكرية والثقافية المشتركة، بالإضافة إلى الانفتاح على الجامعات ومراكز البحث ذات الاهتمام المشترك. وسعيا وراء تحقيق هذه الأهداف يقوم مركزنا باعتماد الوسائل التالية: تنظيم الندوات العلمية والملتقيات الفكرية المرتبطة بمجال اشتغال المركز، نشر الأعمال المرتبطة بمجال اشتغال المركز، التعريف بالإسهامات العلمية في ميدان الدراسات المغربية والإسبانية، التعاون والتنسيق مع الجمعيات والمراكز العلمية الخاصة والجامعية ذات الاهتمام المشترك على المستويات المحلية والوطنية والدولية، عقد شراكات مع المراكز العلمية، بالإضافة إلى تنظيم محاضرات وندوات ومؤتمرات وملتقيات وأيام دراسية وورشات عمل سواء كانت حضورية أو عن بعد. ختاما، إن أي مبادرة فكرية أو ثقافية مؤسسية لا بد لها ممن يسارع فيخطو الخطوة الأولى ثم يجسدها في إطار مادي وقانوني، وهكذا هو الأمر فيما يخص مركزنا مركز كارلوس كيروس للدراسات المغربية الإسبانية. الموضوع الذي نلتقي من أجله هذا اليوم هو تقديم كتاب الأستاذ محمد الأشمل بعنوان نظام الأحباس أو عفوا الفقه الإسلامي في المتن الإسباني السياسي والعسكري، جميع التفاصيل الحياة الاجتماعية للمغاربة نجدها في هذه الحوالات الحبوسية والوثائق الحبوسية بصفة عامة. للأسف أن الدراسات حول الأحداث كلها تجمعت أو اقتصرت على تلك الدراسات الفقهية والدراسات الإسلامية، بينما نجد ندرة فيما يتعلق بالدراسات الفلسفية أو الدراسات في علم الاجتماع أو الدراسات التاريخية أو القانونية إلى غير ذلك. لذلك فهذه الوثائق الحبوسية يمكن أن تقدم للباحثين، وهنا دعوة للباحثين وخصوصا الطلبة الباحثين، يمكن أن يجدوا في هذه الوثائق ما لا يمكن أن يجدوا في أي مصدر آخر. فقط يعني هو فعلا أن الوصول إلى هذه الوثائق ليس بالهين. يعني هنا هذه المؤسسة التي كانت تتدخل في جميع مناحي الحياة. إذن في هذا الكتاب الدكتور محمد الأشمل صديق وزميل يقدم نظرة أو نقولوا أن الموقف يعني الباحثين الإسقار من هذه المؤسسة. طبعا في كتابه يشير بأن هناك عدة أهداف لهذه الدراسة، هناك أهداف علمية معرفية، وأيضا هناك أهداف استعمارية. طبعا لأن يعني الاستعمار سواء الإسباني أو الفرنسي قاموا بدراسة المؤسسات المغربية من أجل التدخل ومن أجل التصرف والتغلغل في المجتمع
المغربي. وكانت مؤسسة الأحباس أيضا من الأبواب التي تسرب من خلالها الاستعمار الإسباني. الفكر الإسباني وكنت قد ترجمت له سابقا كتابا وهو الرسائل الفنلندية ورجال الشمال. إذا هذه البضاعة هي بضاعة مهمة جدا. وطبعا أورتيغا كاسيت كما قلت فيلسوف وكاتب، وأسجل كذلك شغف الدكتور محمد بلال أشمل أحد تلامذة أسيبالاسيوس الباريزي في مجال البحث عن مصادر التاريخ والفلسفة العربية الإسبانية، وهو الراهب والمستعرب والعسكري في نفس الوقت كارلوس كيروس رودريغيز. هذا الشخص الذي اهتم به اهتماما بالغا وكتب عنه كثيرا. هذا استمعنا سابقا لحضور هذا الكاتب المستعرب والراهب الإسباني واشتغاله في تطوان لمدة طويلة، وكان مدرسا للغة العربية في مركز الدراسات المغربية في تطوان، وأسندت إليه مديرية المدرسة، كما اشتغل مدرسا للفلسفة والأدب بجامعة مدريد. ومن أهم أعماله ترجمته لخلاصة الميتافيزيقا لابن رشد، ودراسة حول المدرسة المالكية للفقه الإسلامي. وطبعا مؤسسات الشريعة الإسلامي، وكما نشر عدة مونوغرافيات مثل الصلات ببليغرافية وملاحق في مجموع 219 صفحة. والفائدة المرجوة من هذه الدراسة حسب المؤلف هي الوقوف على الوضع الذي كان عليه نظام الأحباس حين تدبير مرافقه من طرف سلطة الحماية الإسبانية، والاطلاع على مختلف الكتابات الإسبانية التي جعلته موضوعا لها. كذلك يستفاد من هذه الدراسة حسب اعتبار المؤلف فهذا واحد جانب كبير السلطات الاستعمارية خاصة توضع يدها عليه، كما هو الشأن في منطقة الحماية الفرنسية. إذا الهدف من كل هذه الدراسات في نهاية المطاف هو تسهيل مأموريات السلطات الاستعمارية للاستحواذ على الأراضي. وسنرى مجموعة من المراسيم ومن الضغائن التي صدرت في هذا الصدد هي من استخلصتها السلطات الاستعمارية، وأما السلطات المغربية فكانت تؤشر عليها. وهذا هو دور السلطات المغربية في ظل الحماية، كانت فقط تقوم بالتأشير على ما يصدر من الإقامة العامة. الفصل الثاني يتحدث عن العناية بالفقه المالكي، وقد تناول في هذا الفصل بداية البحث في الفقه الإسلامي في إسبانيا، ويرجع أو يرجح المؤلف هذه البداية التدريبية للعناية بالتراث الفقهي الإسلامي لدى الإسبان إلى ما نشره في منتصف القرن شخصية بارزة سواء في مجال البحث الفكري أو الديني أو حتى التاريخي. وما نشره أيضا خوليان ريبيرا وأسيبالاسيوس. وأسيبالاسيوس يعتبر هو شيخ المفكرين المنتمين لرجال إكليروس، رجال كنيسة، أو ما يسمى بنسخ طبق الأصل لما كتبه الفرنسيون ونقله الإسبان حتى في السياسة. النظام المخزن أو النظام المخزن الذي فرضه الاستعمار الفرنسي، وهو أنه ترك السلطة المخزنية قائمة كما كانت عليه في السابق السلطان الصدر الأعظم الوزراء، وأسس بجانبها السلطة الاستعمارية المتمثلة في الإقامة العامة المقيم العام والمدراء أو الوزراء الذين يملكون السلطة الفعلية. أما المخزن فله سوى صورة اسمية، وهذه الصورة هي التي نقلها الإسبان، فوضعوا الخليفة مكان السلطان والصدر الأعظم موازاة مع الصدر الأعظم في المنطقة الجنوبية، والوزراء ثم تحولوا إلى مدراء، مدير الأحباس، مدير المالية، مدير التعليم إلى غير ذلك. وأمامهم وضعوا الجهاز
الاستعماري المقيم العام وفي تسلسل. هؤلاء هم الذين يملكون السلطة الفعلية، هؤلاء هم الذين يصدرون الضرائب الطيبة. أما السلطة المخزنية فكان دورها فقط هو التأشير على الضرائب التي تصدرها السلطات الاستعمارية فقط. هناك عناية أيضا بالوضع القانوني لليهود. هذه مسألة مهمة، لأن إحداث محاكم عبرية، إحداث مجالس طائفية للمجموعة اليهودية، كل ذلك كان غرضه هو تشطير المجتمع المغربي وتقسيمه وإحداث تفرقة بين العناصر المكونة له، سواء عرقيا أو دينيا. عرقيا بين ما يسمى بالعرب والبربر، ودينيا المسلمين. كان لقاء مثمرا من حيث التدخلات التي تفضل بها السادة الباحثون، وكانت هناك إشارات في غاية الأهمية بصدد كتاب نظام الأحباس 1912-1956، وهو مشروع أشتغل عليه ضمن مشروع الفقه الإسلامي في المتن الإسباني، وهو الجزء الأول. وهو مشروع طموح أسعى فيه إلى تعقب كل ما كتب حول مرفق الأحباس الإسلامية من لدن الباحثين الإسبان، سواء كانوا مستعربين، رهبانا، عسكريين، موظفين إلى آخره. والنقاش الذي يعني أجريناه حول الكتاب كان نقاشا علميا، بحيث تفضل الدكتور عبد العزيز سعود بجملة من الملاحظات، كما تفضل الدكتور خالد الرامي بجملة من الإشارات المهمة، وهو المتخصص في مجال الأحباس. والواقع أن مسألة الأحباس هي من جملة المباحث التي ينبغي للباحثين المغاربة بصفة عامة والذين يعيشون وينتمون إلى مدينتنا الطاولة العامرة أن يعكفوا على دراستها، ليس فقط مرفق الأحباس بل أيضا أب المواريث، الحسبة، المذهب المالكي، وكثير من القضايا التي ما زالت تنتظر الباحثين لكي يعنوا بها عناية علمية على شروط من المعرفة والأمانة والشغف. أنا سعيد جدا بهذا اللقاء الذي حظي بعناية واهتمام الصحافة المحلية وكذا طائفة من الباحثين الذين نثق في أعمالهم يعني ننظر إليها نظرة إعجاب ونظرة تقدير. دكتور العزيز، كيف تقيمون الحضور الوازن لك اليوم؟ الحضور الوازن أنتم رأيتم بأم أعينكم، كان حضورا وازنا من مختلف الفئات، ولا سيما الباحثين والكتاب والصحفيين. وهذا إن دل على شيء فإنما دلالته على أن يعني النخبة التطوانية استشعرت جدية هذا العمل الذي قدمناه بكل أمانة وبشغف وبتواضع، ومن ثم حضرت هذا اللقاء واستمعت إلى تدخلات السادة الذين قرأوا العمل والأفكار والأنظار التي يعني قمت بتطارحها مع هذا المجلس العلمي المبارك. والجمهور المثقف حينما يستشعر هذه الأمانة والثقة والشغف والصدق يكون يعني حاضرا بكثافة. وبهذا الصدد أنا أوجه صادق شكري إلى الأستاذ عبد العزيز السباعي مدير هذه المكتبة ومكتبة أغورا، من حيث كونها مكان للنقاش والحوار والبحث العلمي. وربما هذا الفضاء هو الفضاء الوحيد الذي يعني
يشع ثقافة ويعبر عن الوجه الحقيقي لوجه مدينتنا الحضاري والثقافي. دكتور العزيز، كيف تقيمون تدخلات الباحثين والمثقفين؟ هل هي موضوعية إلى حد بعيد أم كانت تحيد عن الموضوع؟ لا، هي تدخلات موضوعية حقيقة، وكانت يعني منبعها التساؤل والمعرفة. هذا هو يعني ما استشعرته في تدخلات السادة الباحثين. أراد أن يتصدى لهذا الأمر، عليه أن يتصدى وهو متسلح باللغات الأجنبية، وهذا ما نسعى إلى العمل عليه، وأن ننظر مثلا نحن في كلية أصول الدين أسعى إلى ماذا؟ إلى النظر إلى العلوم الإسلامية من وجهة نظر غربية، ولهذا السبب اقترحت وحدة بعنوان المتن الإسلام وحضارته في المتن الغربي. كيف ينظر إلى الإسلام وحضارته في المتن الغربي؟ فإذا لابد من تسلح باللغات الحية وضرورة الأمانة العلمية. جوج الحاجات: الأمانة العلمية واللغات والشغف. الشغف بالبحث العلمي. أنا يعني حينما أطلع على كتابات الفترة الحماية ولا سيما فقه داود أرجاء موسوعة يعني ضخمة. هؤلاء الرجال كانت لهم همة عالية بمناسبة معنا الباحثة هاجر فيلاني تعكف على تحضير رسالة دكتوراه حول المشروع الفكري للفقيه محمد داود. هل صحيح أن الرجل كان له مشروع فكري وثقافي وتاريخي في هذا الصدد؟ همة الرجال كانت عالية جدا، فلماذا نحن لا تكون همتنا أقل من همتهم؟ لماذا لا نسارع إلى الخيرات ونمضي في هذا السبيل ونتوكل على الله ونتعاون فيما بيننا على على هذه الأمور المشروطة بالحق وبالخير وبالجمال والبر والإحسان. ما على ذلك فهذا بعيد. أشكركم مجددا أولا على حضوركم، ثانيا على تدخلاتكم الوجيهة، وصدقوني أن هذه التدخلات خلقت لدي كثير من الحدوث التي سنعمل على تطويرها إلى أفكار، ومن الأفكار إلى المشاريع إن شاء الله. فقط اصبروا علينا في هذا المركز الوليد، وادعوا معنا باليمن والبركات. السلام عليكم ورحمة الله. في ختام هذا اللقاء العلمي أتقدم بالشكر الجزيل للدكتور أستاذ سي عبد العزيز سعود، أيضا للدكتور أستاذ سي محمد بن الأشمل، وللأخ الكريم سي عبد الرحمن الفاتحي. أيضا أقدم لكم الشكر لكل الحضور على تفاعلهم مع مداخلات هذا اللقاء العلمي، ونضرب لكم موعدا إن شاء الله في لقاء علمي مقبل بحول الله. إذا شكرا للجميع. وبهذه الجلسة العلمية لقراءة كتاب ابن عباس نكون قد أشرفنا على ختام أول نشاط مركزنا، وبهذه المناسبة اسمحوا لي أن أوجه لكم صادقة التعاون مع مركزنا بما يحقق الأهداف الفكرية والعلمية والثقافية التي وضعناها وفق الثوابت وطبقا للمقتضيات القانونية، وتناسبا مع آداب الحوار، وانسجاما مع أخلاقيات البحث العلمي، واستحضارا لأبجديات الالتزام الوطني. اسمحوا لي أيضا توجيه خالص الشكر لكل من قدم يد العون والمساعدة قبل وخلال هذا اليوم، وأخص بالذكر الدكتور عبد العزيز سعود والدكتور خالد الرامي والسيد عبد العزيز السباعي صاحب هذا الفضاء، وصديقنا العزيز للخفاء الشريف سيدي محمد كويرة العمراني. كما أوجه صادق شكرنا لشباب الباحثين والباحثات من كلية أصول الدين جامعة عبد الملك السعدي وسائر جنود الخفاء الذين عملوا بصبر وصمت طيلة هذا الوقت والذي قبله. وإلى لقاء ثقافي قريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بقوا معنا حفلة شاي، الله يجزيكم مرحبا بكم.